يلا يا عندليب، كلمنا وقول لنا على الكلام اللي انت كنت عايز تقوله على صفقة المحور الليبيري. يلا يا عندليب، عايزين نسمعك. يلا يلا يلا. حاضر، من عينيا الاتنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعمل لايك ومشاركة للفيديو في كل مكان عشان الكلام ده مهم جدا جدا جدا. هكلمك عن مباراة سان داونز والتشكيل المناسب من وجهة نظر ريجي كامب اللي هيبدأ بيها ان شاء الله بإذن الله، وموعد المباراة، وهكلمك عن كل التفاصيل اللي تخص صفقة المحور. بسم الله الرحمن الرحيم. ركز مع العندليب عشان هيجي لك تفاصيل التفاصيل. الحمد لله لما قلت لك ان اللاعب مش هيروح رواندا، اللاعب جاي بورتو سودان، الكلام طلع صح الحمد لله. تعال اما اديك بقى ايه كل الكلام الحصري في الصفقة دي من الالف الى الياء. وهل هو اللاعب السوبر اللي فعلا ريجي كامب قال عليه والكلام ده؟ لا. امال ايه يا عندليب؟ ده مش اللاعب اللي ريجي كامب اصلا كان مرشحه، او مرشحه ايه؟ ده مش اللاعب اصلا اللي كان محطوط في القايمه لريجي كامب. اقول لك على حاجه، ريجي كامب ما يعرفش اصلا ان اللاعب ده رايح الهلال. يعني عندليب ما تهزرش، في مدرب ما يعرفش ان في لاعب رايح فريقه؟ اه. ريجي كامب قالها لعليكي بدل المره واحد واثنين وثلاثه وعشرة. قال له انا عايز محور 6 8 سوبر بفجروش كتيره. العليكي قال له، جابها له من الناحيه، العليكي قال له ما بندفعش. صفقة تعدي ال 500,000 دولار 600,000 دولار ما بندفعش، شكرا. هنجيب لك لاعب واثنين وثلاثة، اختار عاجبك حد من دول. ريجي كان بفرد واحد لا. قال لك آخر ما زهق قال لك أروح أجيب لاعب، ها، الكشافين والمحللين قالوا عليه إن هو كويس، أبعته لخالد بخيت يتألق مع خالد بخيت، يجبر ريجي كامب إن هو يخليه يلعب. دي القصة والرواية من الألف للياء. اللاعب زي ما قلت لك هيروح عند ريجي كامب الاول، يتم اختباره، ولسه فيها شهور على ما يبدا يتم تجهيزه وبتاع، وبعدين يرجع لريجي كامب وان يوافق عليه اصلا. ريجي كامب اصلا ما يعرفش ان الصفقه دي جايه له. ريجي كامب لحد اللحظه دي ما مش مدي اهتمام اصلا بالصفقه. الصفقه دي بالنسبه لريجي كامب هي صفقه من العلاج الخالد بخيت، شكرا. صفقه للهلال التاني، للهلال. ما احنا دلوقتي عندنا فريقين، هلال في رواندا وهلال في السودان. يعني ريجي كامب ملوش علاقه بالموضوع، لا اختيار ريجي كامب ولا اي حاجه من الكلام ده خالص. انا بجيب لك بقى الكلام ده، الكلام ده هيزعلكوا، الكلام ده هيضايق ناس، الكلام ده انا بطلع اعرف انا بطلع اعرف المتابع العندليب كل الحقيقه. يزعل ما يزعلش، انا ما بجيبش هنا غير الحقيقه، ورب ما يكون في بينا اي زعل. الخلاصه يا رجاله ان العليقي مش بخيل او مش عايز يدفع، لا. الخلاصه ان مفيش فلوس، من الاخر. مفيش فلوس في النادي من الاخر. الفلوس اللي النادي بيطلعها بيخصصها رواتب للاعبين وشكرا. النادي من الاخر مش عايز يجيب صفقه سوبر تحمله تكلفه عاليه بمرتب عالي. من الاخر بقى، من الاخر اخر بجد والله. فبالتالي عايز يعمل زي ما حصل مع جان كلود، كل بالي يجيب الصفقه صغيره مش معروفه مجهوله المصدر بسعر صغير، تنجح الحمد لله، ما نجحتش اعاره. والله ده الكلام اللي من جوه جوه جوه. دي سيستم العليقي، ده سيستم العليقي. هل في صفقة واحدة، لو تلاحظوا معايا، في صفقة واحدة كانت معروفة قبل ما تيجي الهلال؟ معروفة يعني مكسرة الدنيا ومشهورة والعالم العربي وأفريقيا كله يعرفها؟ ما حصلش. هل اللاعب مثلا ده زيزو بتاع الأهلي؟ هل اللاعب ده إمام عاشور بتاع الأهلي؟ هل اللاعب ده شيكابالا مثلا؟ لا، لعيبة عادية خالص صغيرة في السن، بتيجي الهلال هو اللي بيبرزها. وريجي كامب مش ما بيعجبوش السيستم ده. لو تفتكروا كلامي في البدايه خالص قلت لك ريجي كامب من نوعيه المدربين ادوا له اللعيبه جاهزه يكسر لك الدنيا، ما بيحبش يقعد بقى يبني ويطور وبتاع ومش عارف الكلام ده. ده لولا ستر ربنا، والله الكلام ده مهم جدا. لولا ستر ربنا كان الواد فلومو ده اندفن. لولا ستر ربنا كان الواد فلومو ده اندفن. يعني ايه عن طريق الكلام ده؟ يعني ريجي كامب لو ما كانش شايف ان الواد ده فيه بذره امل، ما كانش خلاه يشارك تاني. ما بيحبش اللعيبه الصغيرين اللي لسه هيبدا يطورهم ويوعيهم ويدوم نصايح ويبدا يشتغل مع ريجي. كان ما بيحبش وجع الدماغ. هاتني يا ابني اللاعب جاهز، حطه، اديله تعليماتي وخططي، شكرا. على فكره استراتيجيه كويسه وسيستم حلو قوي، وانا احب المدربين اللي كده. في مدربين كده، في مدربين يقول لك لا ما العبش بالناشئين واقعد اطور واعمل براحته.
كل مدرب وليه سيستمه. اهم حاجه انت تحكم على السيستم ده في الاخر بالنجاح او الفشل في النهايه، في نهايه الموسم. والله 1 2 3، ايه ده انت خدت الدوري الرواندي، ايه ده انت خدت افريقيا، ايه ده انت خدت الكاس، انت خدت الدوري السوداني، شكرا، تعظيم سلام، انا عايز ايه تاني؟ ماليش دعوه بسيستمه. انا بتكلم دلوقتي في ايه الحاجه اللي مقترحه لريجي كام. ريجي كام من الاخر قال لك انا عايز صفقتين، عايز صفقه محور سوبر وعايز مدافع مع الناس اللي ورا. حاليا دلوقتي عشان الجروش ومش الجروش عايزين ايه، يمشوها محور سوبر ليه وخلاص. هل اصلا الهلال هيلحق لحد اللحظه دي؟ نو نو نو. هل الهلال حاليا دلوقتي بيتم التفاوض مع لعيبه والكلام ده حاليا دلوقتي؟ طبعا الهلال اصلا من ساعه ما بدا الميركاتو هو بيتفاوض. هل اللعيبه ده عاجبه ريجي كام؟ السؤال المهم بقى، هل اللعيبه ده عاجبه ريجي كام؟ لا. خليكم بس ان شاء الله هديكم تفاصيل مهمه جدا 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 الايام الجايه بخصوص الصفقات، عشان لحد دلوقتي كلها يعني لعيبه محليين وبنرمم، عمالين نرمم بس. وانا والله عمال افرح معاكم بالصفقات والكلام ده، كان الموضوع من جوايا مضايقني جدا. عمال اقول لك عادل حمدان ومش عارف ايه وايه 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 وايه، ايه ده ايه ده، هنعمل 50 لاعب محدش يعرفهم. يعني ما شاء الله وائل جلال ده هيكون الفلتة بتاع اللعيبه دي كلها، شكرا بس. هو الواد وائل جلال ده عشان لمسه بس، لمسه. المهم خلينا بقى في موضوع مباراه صن داونز اللي هنتكلم عليها، وتفاصيل مهمه جدا 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 هنتكلم فيها، وبعدين اقول لك على التشكيله اللي هيبدا بيها ريجي كامب بالظبط من العندليب، واخر حاجه هقول لك موعد المباراه، ولا هبدا بموعد المباراه الاول والقناه الناقله وكل حاجه. بص يا سيدي، موعد المباراه الساعه 8 بتوقيت السودان، بعد مباراه الاهلي والشباب التنزاني الساعه 6 هوب على طول تخش تتفرج على الهلال وصن داونز ملحميه الساعه 8 على قناه بيت الهلال تي في، او ان شاء الله هحطها لكم على عندليب الهلال عشان بتقعدوا تدوروا كتير ما بتلاقوش، هحطها لكم على عندليب الهلال ان شاء الله باذن الله، القناه اللي انت هتشاهد عليها الفيديو ده. اهم حاجه تعمل لايك ومشاركه للفيديو والقناه في كل مكان عشان الناس كلها تعرف، ده مهم جدا. نخش بقى للمباراه. بص يا سيدي، انت رايح تلعب فرقه رخمه، رخمه دي يعني بمسمى الكوره رزله، بمسمى الكوره برضو فرقه تكتيكيا عاليه قوي قوي قوي. الفرقه دي مش اللي عندها بناء اللعب على عرضيات واقعد بقى مش عارف ايه واقعد احللك بقى كل لقطه، مفيش الكلام ده. انت هتشوف مثلثات ومربعات انت هتدوخ، انت هتدوخ تك 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 تك. دي هي دي الفرقه، هي دي الفرقه. نوقفها ازاي يا عندليب؟ طبعا مش انا اللي اقول لك نوقفها ازاي، طبعا ريجي كان معاه محللين اداء ومعاه ناس شغاله وناس محترمه جدا جدا جدا، ولكن هقول لك وجهه نظر اعتبرها يا عم مشجع. الفرقه اللي زي دي اللي بتلعب لعب سريع لازم تعمل عليهم ضغط عالي. هيضربوك، ركز بقى في الكلام ده، هيضربوك بالضغط السريع. لازم خط الوسط بتاعك يكون جامد. يعني عندنا انا خط الوسط بتاعي بوجبا وصلاح عادل على فكره كويسين جدا. عندنا انت اللي بتقول كده؟ انا اللي بقول كده، ولكن اللاعب السوداني ينقصه شيء مهم جدا جدا، لا شيء ايه، شيئين مهمين جدا. رقم واحد العقليه، رقم اتنين مش هقول لك الطعميه، البدني يا صاحبي، البدني ثم البدني ثم البدني ثم البدني. انا متاكد ان الشوط الاولاني للهلال وصن داونز هيكون ملحمه من الهلال، ملحمه بيحاربوا. انا متاكد ان الشوط الثاني هيكون كان الله في العون. ليه؟ عشان البدني. فيا ريجي كامب يا ريجي كامب يا ريجي كامب، انا عارف انك هتبدا بوجبا وصلاح عادل، بالله عليك يتعبوا من هنا، خرجهم واديني مديكا على طول، انزل بمديكا على طول، انزل بمديكا وبيتروس. والله لو عملتها احنا يعني بص هنكون في الامان ان شاء الله باذن الله. يعني عشان ما اقعدش اتكلم كتير اقول لك عندهم مهاجم مش عارف كذا جامد وعندهم باك يمين الفرقه كلها جامده من الاخر، الفرقه كلها جامده وتقيله وكلها كتله واحده، مش هقعد اقول لك ده حلو وده وحش والكلام ده. ولكن حلقه الوصل اللي عندنا هو اللاعب مداو ده اللي عندهم، اللي ان شاء الله باذن الله هيلعب عليه جان كلود، يعني الجناح بتاعنا جان كلود هيلعب على الظهير الايمن بتاعهم مداو. هو ده يعتبر ايه، عنده 32 سنه، باك يمين كويس جدا هجوميا دفاعيا. فان شاء الله جان كلود فايق، الفرقه كلها تكون فايقه. عشان ما اطولش عليكم في تحليل الفريق، كده كده كل ده هتشوفوه في الملعب ان شاء الله، وان شاء الله تكون مباراه في المتناول والهلال يقدر يتخطاها يا رب، عشان الموضوع هيكون صعب جدا جدا جدا، بس ان شاء الله الهلال قادر. بص يا سيدي على التشكيله اللي هيبدا بيها ريجي كامب، وما تراجعش ورا العندليب، وان شاء الله هي دي التشكيله اللي هتكون بالظبط.
في حراسه المرمى فريد ودراجو، قدام او سفيان فريد بقى عشان خلاص قلنا هنقوله بالعربي، سفيان فريد. قدامه اتنين قلبي دفاع، كرشوم وإيرينج. باك يمين أبويلة، باك شمال لزولو. اتنين على الدايرة، صلاح عادل وبوجبا. صنع العاب قدامهم هيكون روفا، جناح ايمن كوليبالي، جناح ايسر جان كلود، ومهاجم صريح صندي يا صندي. رايكم في التشكيله؟ ان شاء الله باذن الله دي التشكيله اللي هيبدا بها ريجي كامب لمباراه يوم الجمعه الساعه 8 ان شاء الله باذن الله على قناه عندليب الهلال. ان شاء الله يكون نقلها لكم بشكل متميز جدا 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 يا رب باذن الله، بدون تقطيع وبجوده عاليه. وطبعا هتكون بتعليق المصدر نفسه بين سبورت. لو وصلت معايا لحد هنا اعمل لايك ومشاركه الفيديو. ان شاء الله الحلقه تكون عجبتكم، حلقه دسمه فيها كل التفاصيل، فيها كل حاجه. العندليب بيحبكم جدا جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا هلال.